قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة ليلة أمس الخميس ب30 سنة سجناً نافذاً في حق شاب تورط في قتل شابة عشرينية داخل مصنع متخصص في النسيج بمنطقة أكزنايا ضواحي مدينة طنجة. وفي تفاصيل المحاكمة، فقد صرح القاتل خلال جلسة استنطاقه أمام المحكمة أنه كان يعشق الهالكة منذ أيام دراستهما معاً بأحد الأقسام التعليمية بالمستوى الإعدادي، إلا أنها رفضت الارتباط به، وهو الأمر الذي دفعه إلى الدخول في مرحلة الاكتئاب الحاد والتفكير في الانتحار. وفي تفاصيل المحاكمة، فقد صرح القاتل خلال جلسة استنطاقه أمام المحكمة أنه كان يعشق الهالكة منذ أيام دراستهما معاً بأحد الأقسام التعليمية بالمستوى الإعدادي، إلا أنها رفضت الارتباط به، وهو الأمر الذي دفعه إلى الدخول في مرحلة الاكتئاب الحاد والتفكير في الانتحار. وأضاف في جوابه على أسئلة قاضي الجلسة أنه يوم ارتكاب الجريمة حمل معه سكيناً من داخل مطبخ منزل أسرته واتجه للعمل بشكل عادي قبل أن ينجح في التسلل إلى داخل مقر عمله بالمصنع المذكور، واتجه بشكل مباشر نحو الضحية وقام بطعنها بطريقة وحشية لتفارق الحياة بعين المكان. وحاول المتهم خلال جلسة المحاكمة ربط ارتكاب جريمته بمعاناته من خلل عقلي، وهو الأمر الذي لم تقنع به هيئة المحكمة ليتم الحكم عليه بالمنسوب إليه طبقاً للمادة 398 من القانون الجنائي.